السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن جزئيتين مهمين. أول حاجة الداتا تايبس، وتاني حاجة هنتكلم عليها الفاريبلز. خلينا نبدأ على طول ونشوف يعني ايه داتا تايبس. طيب، الداتا تايبس اللي عندنا ايه هي؟ أول نوع عندنا هو الانتجر. يعني ايه انتجر؟ انتجر بيعبر عن الأرقام الصحيحة. بمعنى مثلا إن أنت عندك رقم 25، ده رقم صحيح، رقم 12، رقم 10، دي أرقام صحيحة. طيب، زي ما احنا مثلا عندنا في العربي برضو كده، عندك نصوص. نصوص ده اللي هو ايه؟ كلام العادي. عندك الأرقام اللي هو 1 2 3. عندك الأرقام العشرية 2.5 الكلام ده. فاحنا عندنا في الأرقام الصحيحة بنعبر عنها ازاي؟ بكلمة انتجر. طيب، الأرقام العشرية بنعبر عنها بالفلوت، 12 ونص، 10 ونص، 2.8 الكلام ده. وفي طريقة تانية أو في داتا تايب تاني بنعبر بيها عن الأرقام العشرية، اسمه دبل. الدبل بيعبر عن برضو إيه؟ الأرقام العشرية. طب إيه الفرق بين الفلوت والدبل؟ هنعرفهم بس قدام. طيب، عندنا إيه كمان؟ عندنا السترنج. السترنج ده بيعبر عن نصوص، زي مثلا بتكتب هلو، أي كلام حطيته بين دبل كوتيشن فده سترنج. أو زي الكاركتر، عندنا داتا تايب تاني اسمه كاركتر، أو CHAR. ده بيعبر عن حرف واحد وبيتحط بين سنجل كوتيشن، مش دبل. يعني هنا ايه؟ علامة تنصيص واحدة مش اتنين. جميل. واخر داتا طيب عندنا دلوقتي بالنسبة لنا هو البوليان، او الاختصار بتاعه البول، BOOL. ده بيعبر لك عن ليه اجابتين، يا اما ترو يا اما فولس، بيشيل حاجة من الاتنين، يا ترو يا فولس. طيب ليه عندنا داتا تايب؟ لان احنا عندنا انواع مختلفة من البيانات، وكل نوع بيانات ليه طريقة تعامل مختلفة. فعلشان كده ادينا لكل واحد اسم وبس بدأنا نستخدم. انت عايز تستخدم رقم صحيح، يبقى هتستخدم له الكلمة المفتاحية الانتجر، وهكذا في باقي الداتا تايب. طب ده هنستفيد بيه ازاي بشكل فعلي؟ في الفاريبلز. طيب تعال نشوف يعني ايه فاريبلز عشان نعمق الفكرة اكتر. بص يا سيدي، هنتخيل ان ده كده كله ده مخزن كبير، وهو الميموري او الذاكرة بتاعت الجهاز، اللي هو الهارد مثلا بتاعك او الرامات بتاعت الجهاز عندك. شايف قد ايه؟ في صناديق كتير جدا. هل الصناديق دي كلها بنفس الحجم؟ لا، تلاقي صندوق كبير وصندوق صغير وصندوق كبير قوي، صندوق متوسط، كتير. هو نفس الفكرة عندنا بالظبط في الميموري. الميموري عندنا متقسمة كده. فالداتا تايب بتاعتنا مفيدة جدا. مفيدة جدا ازاي؟ انت مثلا بتشيل رقم صحيح. حلو. الانتجر مثلا هنقول ان هو بيشغل 4 بت. حلو. الفور بايت، معلش، 4 بايت. ال4 بايت دول هيشيلهم مثلا صندوق زي ده. الصندوق ده يشيل رقم لكن ما يشيلش سترينج مثلا. فاحنا عشان نشيل سترينج محتاجين صندوق كبير. عشان كده، فعلشان كده الداتا تايب مفيدة. طب ما انت ممكن تقول لي نخليهم كلهم نديهم صناديق كبيرة، يبقى انت كده بتهدر مساحة. صح؟ ما هو انت لو عندك حاجة مثلا محتاجة صندوق صغير زي ده وحطيتها في صندوق كبير، يبقى انت كده بتهدر مساحة. عشان كده الداتا تايب مهم. جميل. تعالى بقى نشوف ازاي بنعرف variable. احنا عرفنا الفاريبل ده ايه؟ مكان بنحجزه في الميموري علشان نخزن فيه قيمة، وبنديله داتا تايب ليه؟ علشان نديله حجم يشيل القيمة اللي احنا هنحطها فيه. يعني احنا لو قلنا له ده انتجر، يبقى اي رقم هتحطه جواه هو هيقدر يشيله، لا هو هيبقى كبير عليه ولا هو هيبقى صغير عليه. جميل. عندك string، هتكتب string data type. ليه string data type مهم؟ بنحدده، واحنا بنحدد المكان اللي احنا عايزين نشيل فيه علشان يديك مساحة تقدر تشيل فيها ده. تعال نشوف هنعرف الفاريبل ده ازاي. بكل بساطة، بتكتب اول حاجة الداتا تايب. قلنا الداتا تايب مهمة جدا، بتحدد لك انت عايز مساحة قد ايه. بعد كده بتكتب النيم بتاع الفاريبل. جميل. بعد كده بتعمل equal وتحط initialization. يعني مثلا انت لو عملت integer، الفاريبل بتاعك مثلا وليكن هتسميه x، النيم بتاعه x، اي اسم في الدنيا. طيب، احنا عملناه النيم بتاعه x وقلنا equal 25. جميل. يبقى احنا عملنا variable، خدنا مساحة في الميموري بتاعتنا، سميناها x وحطينا جوه الصندوق ده
25. طب ممكن ما نحطش ال25؟ ممكن، يعني انت تعرف فاريبل وتعمل سيمي كولون بقى قبل اللي يساوي دي، يعني تشيل اللي يساوي وتشيل الانيشاليزيشن، بس هو كده ايه؟ ده فاضي. جميل. طيب انت كده خدت صندوق وقلت الصندوق ده انا عايزه بتاع انتجر، خلاص هو عرفه كده. تعال نشوف مثال كده، نفس المثال اللي احنا لسه قايلينه، انتجر x equal 5. يبقى انت كده رحت راجع، تعال نرجع نشوف كده. يبقى انت جيت دخلت في الميموري قلت له انا عايز صندوق عندك يشيل الانتجر، قال لك ماشي خد ادي الصندوق اهو. رحت قلت له سمي لي الصندوق ده اكس، عشان لما اجي اقول لك انا عايز الصندوق اكس تعرف تجيبه لي، دي فايده الاسم. احنا عندنا الاف الصناديق هنا او الاف الفاريبلز، هيعرف يوصل لهم ازاي؟ عن طريق الاسم بتاعهم. ادي قلت له ايه الفاريبل ده او الصندوق ده سموه لي اكس، سموه لك اكس، قلت له شيل لي فيه 5 بقى، عشان لما اجي اقول لك هات الصندوق اكس تروح جايبه، اقول لك هات اللي فيه تروح مديني الخمسه اللي فيه. جميل جميل. محتاج طبعا نروح نشوف على كود بلوكس الدنيا بتمشي ازاي وازاي بنعرف فاريبل. يلا بينا بكل بساطة خالص، نروح عاملين انتجر x equal 5. جميل. تعالى بقى نعمل سي اوت للاكس، وده نوع جديد احنا كناش عمرنا طبعا سي اوت اكس بس كده، صح؟ ليه بقى؟ انت هنا الاكس ده فاريبل، هو عارف الاكس، عارف لو انت جيت خليته. تعالى الاول نرن الكود عشان تبقى مجمع معايا. طبع لك ايه 5، عمل ايه هو؟ جيت لقى سي اوت، سي اوت هو عارف يعني سي اوت دي يعني اطبع، تلاقي اكس، هو عارف اكس دي ايه، رجع فوق قال لك في اكس ده في فاريبل عندي اسمه اكس وفي قيمه 5 راح طبعها لك. تعالى بقى نشيل الفاريبل ده كده ونرن الكود. في مشكله، بص بيقول لك ايه x is wasn't declared in this scope، بيقول لك هو مش عارف يعني ايه اكس دي اصلا. فاهم ازاي؟ طيب يبقى احنا عرفنا ان احنا بنعرف الفاريبل بنشيل جواه فاليو. تعالى نعرف فاريبل تاني مثلا string. في نقطة مهمة جدا هنا، string خلينا الأول نعمل حاجة نسميه name ونقول equal أحمد. حلو، نحط سيمي كولون ونعمل سي اوت ونروح طابعين ايه النيم. المفترض انت متوقع هيعمل ايه هو؟ هيطبع لك أحمد. ادالك ايرور، ادالك ايرور ليه؟ عايز اقولك على حاجة هنا. تعالى نشيل الاس دي نكتب كده، شايف بيتخضر ازاي؟ ليه؟ انت ما كنتش حاطط الار، فهو انا عايزك عينك تاخد على الاخطاء وتعرف تتعامل معاها بسرعه. حتى هي مش متلونه اصلا، هو مش عارف دي ايه دي. شوف بعد ما حطينا الار بقت جميله ازاي وبقت واضحه. في مشكله تاني ممكن تقع فيها برضه مش واضحه، شايف هو مش فاهمها ازاي؟ ليه مش فاهمها مع اننا حاطين ار هي نفس السبيلنج؟ بس ليه؟ عشان احنا عاملين الاس كابيتال، لو الاس رجعت سمول هتشتغل معانا تمام. تعالى نرن، طبع لك احمد. من هنا ناخد معلومه مهمه قوي، ان السي بلس بلس از كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ حساسه للحرف ده، الحاله بتاعته ده سمول ولا كابيتال. جميل، مهم جدا في الحته دي، يعني هي بالنسبه لها الاس السمول حاجه تانية خالص غير الاس الكابيتال. جميل. تعال نجرب نعرف فاريبل تاني ونقول مثلا ان الفاريبل ده وليكن بوليان. حلو، قلنا يعني ايه بوليان؟ بوليان يعني بيشيل اما قيمه ترو يا اما فولس. وهنا برضه هديك معلومه بس خلينا نشوفها بعيننا، انا بحب اوريك المعلومه وبعد كده اقولها لك. خليها ترو وتعالى خلي زي ما اسمه زي ما هو. تعالى نطلع، طبع لك واحد، مع انه المفترض انت كنت متوقع يطبع ايه؟ ترو، لان هو جواه ترو. لا بقى، البوليان بالذات ما بيشتغلش بالطريقه دي. البوليان ترو يعني واحد، فولس يعني زيرو. جميل، يعني هو مش عمره ما هيطبع لك ترو، هيطبع لك لو هي القيمه بتاعته بترو هيطبع لك ايه واحد، القيمه بفولس هيطبع لك زيرو. تعالى كده نخليها فولس ونجرب. رن الكود كده، طبع لك زيرو.
جميل، جميل. يبقى إحنا كده عرفنا إيه؟ إن إحنا عندنا data type. الdata type دي مهمة جدًا. ليه بقى مهمة؟ لإن إحنا بنستخدمها في إنشاء الvariables. طيب قُلنا ليه هي مهمة في إنشاء الvariables؟ ما إحنا ممكن ما ندّيش للvariable data type ونحط جواه أي حاجة إحنا عايزينها. مهمة ليه؟ لإن هي بتدّيك مساحة مخصصة للvariable ده. أنت عايز variable integer يقدر يشيل الinteger. هيدّيك مساحة مخصصة للinteger. لا هي كبيرة زيادة عن الحاجة فأنت بتهدر الmemory، ولا هي صغيرة ما تقدرش تشيل فيها. جميل؟ فعلشان كده إحنا محتاجين الdata type وإحنا بنعرّف الvariable. بعد كده بندّي له name. بندّي له name ليه؟ علشان بعد كده لمّا تيجي تتعامل تقول له على الname بتاعه. يعني إحنا زي ما قُلنا إيه، إن الmemory عندنا كبيرة، فعلشان تقدر تتعامل مع الmemory لازم يكون في أسماء أنت عارفها. الvariable ده أنا مسميه name، فأنا لمّا عاوز أجيب الاسم بتاع الراجل هاروح قايل له هات لي الvariable name واطبعه زي ما إحنا كنا لسه عاملين. طيب عايزين حاجة ليها قيمتين يا إما true يا إما false، هنستخدم الboolean. الtrue بتعبّر عنها بالواحد والfalse بتعبّر عنها بالزيرو. جميل. طيب في الفيديو الجاي هنكمل عن الvariables وهندّي شوية أمثلة وهنحل كتير عن الvariables، وهادّيك برضه حاجة مهمة جدًا. إيه هي؟ أنا هنا قُلت لك إيه، تسمية. خلّينا نرجع للpowerpoint بتاعنا كده. قُلت لك إن أنت ممكن تحط name للvariable. هل أي name ممكن يستخدم للvariable؟ لأ طبعًا. في شوية قواعد لازم تمشي عليهم وأنت بتسمّي، إلا لو ما مشيتش عليهم يبقى أنت كده غلط، هتلاقي في مشكلة عندك. لو أنت بقى عايز تبقى تمام وعايز تمشي في الtrack بتاع الprogramming كويس، روح دَوّر إيه هي القواعد بتاعة التسمية الvariables في الC++. بكل بساطة هتلاقيها، ابحث عنها والفيديو الجاي إن شاء الله أنا هاوريها لك. ليه باقول لك ابحث؟ طب ما أنا كده هاشرحها لك في الفيديو الجاي. مهارة البحث مهارة لا غنى عنها بالذات في مجال البرمجة. هيقابلك مشاكل كتير، فمش الطبيعي إنك كل ما يكون في مشكلة تيجي إيه تشوف على حد شارحها لك. لازم تبحث في الأول، وأصلا أنت عشان توصل لحد شارحها لازم يكون عندك مهارة البحث عشان تخش على الدوكيومنتيشن بتاعت الحاجة وتروح تشوف فيديوز والكلام ده. يلا أشوفك الفيديو الجاي.